مساء الخير، أهلا بيكم دايما في حلقة جديدة من حلقات برنامج هناء والناس. حلقتنا النهاردة عن الملك ديكلاديانوس. أنا كنت في اجتماع أطفال وفوجئت لقيت طفل صغير بيقول لي: يا طنط، تعرفي قصة الملك ديكلاديوس؟ قلت له: لا يا حبيبي، أنا ما أعرفش قصتها غير إن هو ملك شرير وقتل ناس كتير جدا من اللي هم كانوا بيعبدوا الديانة المسيحية، ومنهم القديس ماري مينا والقديس ماري جرجس والقديسة دميانة والقديس أبانوب وقديسين كتير قوي. فانا سبت الطفل دوت وقعدت ان انا ابص في الداتا وفي النت وفي المراجع لغاية ما وصلت ايه قصة الملك ديكلانيوس. قصته: هو اتولد فين وفي منطقة ايه، مش معروف بالظبط بالتحديد. مين ابوه وامه برضو مش معروف بالظبط مين التحديد مين هما. لكن كل اللي معروف ان في واحد فلاح ربى الطفل دوت. والفلاح ده كان إنسان غلبان جدا وكان إنسان فقير. والطفل دوت اللي هو الملك ديكلانيوس، اللي هو كان ساعتها اسمه ديكلانيوس، ما اسموش ساعتها ملك، كان فقير جدا ولكن كان مشهور بصوته الحلو. وكان بيجيب عيدان من القفص وعيدان من الشجر ويعملهم كده حاجة زي العود ويربطهم بحبال وتيدة ويقعد ينغم عليهم. ولكن ما كانش بينغم أغاني ترانيم، سوري، كان بينغم أغاني. وكان صوته حلو وكان الولد جميل جدا، كان أبيض وعينيه زرقاء وكان شعره مصفر وكان شكله جذاب وشكله حلو. المهم ان الطفل دوت لغاية ما بقى 12 سنة جه الفلاح ده حلم ان هو بقى رتبة كبيرة في الكهنوت، قسيس اسقف. وان الطفل اللي هو رباه ده بقى ملك كبير امبراطور، وامر بقطع راسه وراسه اتقطعت بالسيف. صحي منزعج من الحلم ده. طب اقول له ما اقولوش، اقول له ما اقولوش؟ طب ازاي ده هيبقى امير، وازاي هيبقى ملك، وازاي هيبقى امبراطور، وانا ازاي هبقى قسيس وهبقى اسقف ولا اسقف ويتقطع راسي؟ فضل بقى مكتم على الحلم ده ومرضيش يحكي عليه لغاية ما بقى سنه 17 سنة. ف 17 سنة العلاقة ما بينهم بقت حلوة واتوطدت قوي لأنه ما لهمش غير بعض. هو اللي مربيه وهو عايش في البيت شافه قدامه. وكان يعرفوا في المسيحية يعني حاجات بسيطة كده، ما كانوش متعمقين فيها هما الاتنين. فلما حكى له على الحلم قعد ديكلادينوس يضحك: انا راجل غلبان، انا راجل فقير، يا دوبك بغير الجلابية بتاعتي مرة كل 15 يوم وبجيبها واحدة جديدة مرة في العيد او في السنة. ازاي ان انا هبقى امير وبعدين ملك وبعدين امبراطور؟ وانت ازاي هتبقى اسقف وانا هقطع راسك؟ ده انت اللي مربيني، انا ماليش غيرك. فالحلم بقى سكتوا عليه سنتين تانيين لغاية ما بقى 19 سنة. أول ما بقى 19 سنة دخل في حاجة اسمها التجنيد، اللي هي إيه؟ اللي هي الجيش الروماني. ولما لقيوه أبيضاني وطول بعرض كده فجه تخطيطه إن هو يبقى في الجيش الروماني اللي مش في مصر، اللي في عند الإمبراطور الكبير في روما. وقعد 5 سنين هناك، 10 سنين هناك، يتعلم ويحارب ويبقى رئيس قائد. والإمبراطور اللي هناك حبه قوي من شجاعته، من إن هو كل ما يخش حرب ينتصر فيها. وبعدين يجي يعملوا حفلة في القصر هو يقعد يغني لغاية الصبح. فانبسط منه قوي واعتبره زي ابنه واداه لقب أمير القصر. والملك دوت ولا الامبراطور ده كان عنده بنت وحيدة وهو عايز يجوزها، مش عارف هيجوزها مين. المهم ان بنت الملك ده حس ان هي ايه، باباها حس ان هي ميالة لمين؟ لديكلاديانوس. فلما تعب الملك الامبراطور الكبير والتزم الفراش، فهو امر بان هو يتجوز بنته ويتجوزها. وبعدين الملك الامبراطور ده مات
والملك ديكلاديانوس بقى ملك، بقى امبراطور على رومانيا العظمى كلها، وتحت ايده ملوك كتيرة. وبعدين خلال الفترة اللي فاتت دي كلها كان بعيد جدا عن ربنا، وبعيد عن عمل الخير، وبعيد عن أي حاجة فيها عمل خير. كل اللي ساطع في ذهنه قتل وحرب وبس، قتل وحرب وبس. ولما بقى امبراطور في السن الصغير ده، يعني أعداء الله كلهم دخلوا في وشه ودخلوا في جسمه، وما بقاش شايف غير حاجة واحدة بس هي اللي عدو ليه. مش الناس اللي بيحاربهم، لا، إن الناس اللي بيؤمنوا بالسيد المسيح ويؤمنوا بالمسيحية. فهو أمر بأن كل واحد هيعبد السيد المسيح ومش هيبخر للأصنام هتتقطع رقبته. فقعدت ناس كتير تتقطع رقبتها في أماكن تانية. لف ودارت بينا الدنيا للراهب. الراهب خلال ال10 سنين دولت، أو الفلاح اللي خلال 10 سنين دولت متجوزش، فدخل الرهبنة. وبعدين اترسم من راهب إلى أسقف، وبقى أسقف على أبرشية. وكانت الناس اللي هي بتقتل في المسيحية قتلت في منطقته، وهو فعلا اتقطعت ايديه، اتقطعت راسه على يد الملك ديكلاديونوس. وفضل الملك ديكلاديونوس برضو يقتل في الناس كلها، وقتل في ناس قديسين كبار على ليهم كنايس على مختلف العالم كله. وفي الآخر أعداء الخير وعدو الخير اللي دخل في وشه وفي جسمه وفي ذهنه وعمل العداوة دي جننه، بقى متجنن، بقى مش عارف أي حاجة. ولما اتجنن فراحت مراته راحت رمته بره القصر، قعد يلف بيه الزمن لغاية جلابيته ما يغيرهاش غير في السنة مرة لما حد يتحنن عليه ويشحى ويديله حاجة للشحاتة كده جلابية، لغاية ما مات بالجنان. وبعد كده ادي قصته، بدأ بالشر وانتهى بالشر. يعني انت بدأت الأول بالخير، وربنا أعطاك شكل حلو وأعطاك عينين حلوة وصوت حلو، وبدأ ربنا يديك في الجيش الروماني حرب وجيش، مش تشكره، لأ، جاي تعادي ربنا. فاللي بيعادي ربنا بتكون نهايته ايه في الآخر؟ جهنم. عرفتوا قصة الملك ديكلانيوس؟ وكل سنة وانتم طيبين، مع أيام جديدة في برنامج هناء والناس.